من جديد رغد صدام حسين تظهر لتثير الجدل وبتنشر فيديو لوالدها عن القدس وإسرائيل وأمريكا. رغد نشرت تدوين على صفحتها الرسمية بتويتر بتحث العرب على المقاومة، ونشرت رغد فيديو لوالدها الرئيس الأسبق صدام حسين وهو بيقول إن إسرائيل هي أمريكا. طب وإيه يعني؟ ولتكن إسرائيل هي أمريكا، ولتكن إسرائيل وفوقها أمريكا، وشنو اللي يصير يعني؟ وبعدين هو ليش القدس ما يساوي؟ هو القدس لا يسوى أن نتحمل ونضرب ونرد وندمر حتى نحرره؟ هل القدس ما يسوى؟ هل لنا أن نتركه أسيراً هكذا؟ مصر الرسول ما يسوى؟ لو بس أدري شو وقت تهتز الشوارب. متى ستهتز شواربكم يا عرب؟ وشو وقت الناس ينتخون؟ النخوة يا عرب وين راحت؟ متى ستنتخون؟ ما قرينا بالتاريخ إنه العرب يتحمل مثل هذه المهانة أبداً، ما رأينا ولا قرينا. ده كان فيديو للرئيس صدام حسين نشرته رغد في الوقت اللي بتستمر فيه إسرائيل في قذف غزة وبتقتل أطفالها ونسائها وعواجزها وشبابها دون هوادة أو رحمة. تفاعل كبير مع تدوينة رغد وتصريحات صدام حسين رغم مرور سنين كتيرة على رحيله. وأنهت رغد تدوينتها بالآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.